قال رجل جاء وتزوج خالتي ثم تزوج أختي، هل هذا يجوز؟ لا يجوز هذا إن كان من باب الجمع بينهما، وإن كان بعد فراق خالتك ثم الزواج من أختك فلا شيء في ذلك. وأما الجمع فلا يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. وهكذا أيضا ننصح بترك الجمع وإن لم يكن بين هذه المنصوص عليها، لما يحصل من العلة المشتركة من الضغائن والأحقاد والتفرق بين الأسر بسبب أنك جمعت بين هؤلاء، والضرات لا يسلم بعضهن من بعض. جاءت الشريعة بحماية هذا الأمر، حاول تجتنب، وإلا بعضها ما جاء التنصيص فيه. لكن إن كان فيه شيء من هذا الذي من أجله منع الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، فاجتنب هذا بين الجمع بين بنتي العم إلى آخر ذلك، حتى لا يحصل شيء من الضغائن بينهم تفرق الأسر تفكك. النساء كثير، فإن كان الجمع فلا يجمع بينهن، لأن الحديث جاء في الجمع. وإن كان بعد فراق الخالة وزواج الأخت هذه أو بنت أختها لا مانع من ذلك لانتفاء العلة.